فكشفهم عن الفرات وكانوا ب4,000. نعم، فكشفهم عن المشرعة فملأ القربة. يا ولد مد يده ليشرب. يقول أبو جعفر الباقر: كان قلب عمنا العباس كصالية الجمر من الظما، ولما أحس ببرودة الماء فرمى الماء من يده وهو يقول: يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنوني، وتشربين بارد المعيني. تالله ما هذا فعال ديني. نعم، فخرج من المشرعة وأخذ عليه الطريق. وهو يقول: إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أهاب الموت يوم الملتقى. فبينما هو يقاتل وإذا بحكيم بن الطفيل ضرب أبو الفضل بالسيف على يمينه فقطعها. فأخذ السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. وإذا بزيد بن الرقاد الجهني ضرب أبو الفضل بالسيف على شماله. آجركم الله، فبرها فضم اللواء إلى صدره وهو يقول: يا نفس لا تخشي من الكفار، وابشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار. لقد قطعوا ببغيهم يساري، فاصلهم يا رب حر النار. فوقف أبو الفضل يستريح. نعم، فصارت عليه السهام كرشط المطر، فسهمنا صاب القربى فأريق ماؤها، وسهمنا صاب عينه، وسهمنا صاب صدره. وجاء رجل بعمود من حديد ضرب العباس على رأسه فأوى إلى الأرض صريعا مناديا: أدركني حسين. فجاء الحسين كالليث غضبان والكب على أخيه بالفضل وهو يقول: أين تفرون وقد كسرتم عضدي؟ أين تولون وقد قتلتم ابن والدي؟ جاء الحسين وقف عند أخي بالفضل يمسح الدم والتراب. وقف الحسين عند أبو الفضل. أبو الفضل عين الأخرى جمد عليها الدم والمخ منثور على الكتفين فلا يسمع ولا يرى. فأحس بحركة رجل عنده قال: يا هذا أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني فواق ناقه. فقال الحسين: وماذا تصنع بها؟ قال: حتى يأتي أخي وابن والدي.
اودعه ويودعني واشمه ويشمني. يقول له يا خويا ايست سكنه من الماي، يا خويا من العطش رادت تجي وياي، ذليلة تجي يمه وتوقف حذاي. وقع عباس وينادي العضيده، وقع عباس وينادي العضيده، اي وقع عباس وينادي العضيده. راحت عيني منه وراحت ايده، يي راح اخوك يصير لك شنو تريده، اي اخوك يصير لك شنو تريده. خويا عذبتني يا كلمتك، اجيت وياك يا حسين لخدمتك، اجيت وياك يا حسين لخدمتك. اخذ بيدك الماي وروح لاختك، اخذ بيدك الماي وروح لاختك. لا تبكي لا تبكي نظر عيني تعبت معاك. ايش ياخذني يا خويا لليتيمة، ايش ياخذني يا خويا لليتيمة. وانا مات الزمان وياي مات، وانا مات الزمان وياي مات. شلون اقدر اقول البطل مات. يا سيدي يا ابا عبد الله نظرها منك، وين القى بعد شيال رايه، وين القى بعد شيال رايه. ترى بالضيج الاخ عباس تايه. ثم ان اخذ راس ابو الفضل وضعه بحجره، فابى ابو الفضل ذلك، وضع راسه في التراب، كررها 3 مرات. فقال الحسين لماذا يا ابا الفضل تضع راسك في التراب؟ قال اخي حسين الان انت تضع راسي بحجرك، ولكن يا غريب بعد قليل من الذي يضع راسك بحجره؟ ثم ان الحسين اراد حمله الى المخيم، فابى ابو الفضل ذلك. قال لماذا يا نور عيني؟ قال لامرين. الامر الاول نزل بي الموت، والامر الاخر اني مستحي من سكينه وزينب والاطفال، وعدتهم بالماء. واذا بابي الفاضل فاضت روحه الطاهره بين يدي ابي عبد الله، فقام الحسين محدود بالظهر ينادي الان انكسر ظهري، الان قلت حيلتي، الان شمت بي عدوي. وتدافعت الرجال على مخيمه، والحسين ينادي الا من معين يعيننا، الا من ذاب يذب عنا. نعم، فرجع الى المخيم والنساء ينظرن الى الحسين كيف يصنع، واذا بزينب نادت ايوا اخاه ايوا عباساه وضيعتنا بعدك ابو الفاضل.
آي آي آي